من باب أن مهنة التمريض هي مهنة الرحمة والإنسانية، وكذلك مهنة الطب. منذ ساعات قليلة حدث موقف جميل جدا، موقف يبكي العيون، بين طفلة صغيرة اسمها فطوم مع عصفورها الذي يوجد بالمنزل. قطة جاءت وأكلت العصفور أمامها. إن علاقة الطفل بالحيوان علاقة وطيدة، خصوصا الحيوان الأليف، علاقة لا يفهمها أي إنسان. فقد تحمل لطفلك عصفورا في المنزل وتربيه، ويأتي فأرا أو حيوان ثم يلتهم هذا الحيوان الأليف الذي رباه طفلك في المنزل. سبحان الله، شاهدوا هذه الطفلة وهي تبكي وتستدعي أخيها لكي يقتل هذه القطة التي أكلت عصفورها. شاهدوا معي. يا عمار، نعم البساك على العصفورة حطهم. البساك على العصفورة حطهم جاهز تبكي. الله.